أنا سعيد جدا بهذا السؤال، سعيد جدا بهذا السؤال، وأرجو ونحن نطالب بالديمقراطية أن نكون أيضا ديمقراطيين، وليس سيبوه سيبوه سيبوه. يا اخواني يا اخواني انا صدقوني يا اخواني هذا بس يا اخواني ارجو هو بيسأل سؤال.
نستمع الى بقية الحديث وشكرا. مرة اخرى اخواني مرة أخرى أرجوكم أن تكونوا فعلا ديمقراطيين كما نطالب نحن بالديمقراطية، ولا يضيق صدرنا أبدا بأي سؤال. ليه؟ لأنه لا يوجد سؤال واحد يمكن أن يحرجنا، مفيش حرج. نحن واثقون من الارض التي نقف عليها، واثقون من تاريخنا ومن حاضرنا، فلا يمكن ان يكون هناك سؤال ايا كان يسبب لنا حرج، فلا تعتقد. وبالعكس انا في كل مؤتمر احضره اسأل في الاخر حد من الموجودين، وارجو انه ما يكونش وفدي خاصة ويحب يسأل اي سؤال، وانا كل مرة بقول كده. ليه؟ انا يهمني انا الوفدي يعرفني ويعرف الوفد، ولكن غير الوفدي هو المحتاج لأن يعرف الحقيقة منا، فيجب أن نرحب بأي سؤال خاصة لو كان من غير وفدي، حتى يمكن أن نرد عليه ويقتنع، أو على الأقل تقتنعون بالرد. إنما أن نصور في وجه السائل، اسمحوا لي أنا لا أفرح لهذا أبدا. وسؤال ابن العزيز، الوفد أنجز لنا إيه في الإسكان وفي غير الإسكان؟ يا سيدي، أحزاب المعارضة في العالم كله لا تنجز. الإنجاز عمل تنفيذي من اختصاص السلطة التنفيذية، من اختصاص السلطة التنفيذية. العالم كله يسير على وتيرة معروفة، الحكومة تنفذ والمعارضة توجه وتنتقد وترشد وتقترح. انما انما الذي يستطيع التنفيذ هو السلطة التنفيذية. يعني دلوقتي انت عاوز مسكن، انا في قصر الجديد اقدر اخرج بكره الصبح في عربيتي واجي البيت بدون حكومه واللي اخش اقدر يعني كده؟ ما املكش. ليه؟ لانها لازم سلطه تنفيذيه. لكن يمكن القنباش اللي في الاسم ده ابو شريطين يقدر يقول لك تعالى اقعد عدد، لانه مرسل من رئيسه من مأمور. لكن انا بس استنى خد بالك، انا زي اسمع زي ما نحن رعيه